كتير مننا ممكن يجي وقت ويسأل ليه دعائي مش مستجاب؟ السؤال ده طبيعي جدا وبيجي معاه إحساس بالحيرة أو حتى الإحباط أحيانا. بس يا ترى هل فعلا المشكلة إن الدعاء مش مستجاب ولا إحنا اللي مش فاهمين طريقة استجابة ربنا لدعوتنا؟ النهاردة هنرد على السؤال ده ونفهم الحكمة اللي ممكن تكون ورا تأخير أو عدم استجابة الدعاء زي ما إحنا عايزين. يلا بينا نبدأ. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. الوعد هنا واضح وصريح. ربنا بيقول إنه بيستجيب لكل دعاء، لكن هل الاستجابة معناها دايما تحقيق اللي احنا طالبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح المعنى ده لما قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاها الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني ممكن الدعاء يكون مستجاب بطريقة احنا مش شايفينها دلوقتي، لكن أكيد في حكمة. في أسباب كتير ممكن تخلي الدعاء يتأخر أو ما يتحققش بطريقة اللي احنا عايزينها. منها أول حاجة الذنوب والمعاصي. ربنا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الذنوب ممكن تكون سبب في تأخير استجابة الدعاء، زي الغضب، الظلم، أو أي معصية تخلينا بعيد عن ربنا، التسرع وعدم الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. يعني ما ينفعش نستعجل ونقول أنا بدعي ومفيش حاجة بتحصل، لازم نثق في توقيت ربنا. النبي قال بوضوح إن الدعاء اللي فيه ظلم أو قطيعة مش مستجاب. ربنا بيحب إننا نلح عليه في الدعاء ونبقى واثقين إنه هيستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الدعاء هو وسيلة تواصل بيننا وبين ربنا، وهو من أعظم النعم اللي ربنا اداها لنا. لكن ساعات بندعي وربنا يأخر الاستجابة أو يجيبنا طريقة غير اللي احنا متوقعينها. تأخير استجابة الدعاء مش معناه إن ربنا مش سامعنا أو مش مهتم بينا، لكن ليه حكمة كبيرة، وده بنفهمها من القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الحكمة هنا إن اللي بنطلبه ممكن ما يكونش مناسب لوقتنا الحالي، أو ممكن يكون ليه أضرار مش شايفينها. ربنا اللي عالم بالغيب بياخد الاستجابة علشان يدينا حاجة أفضل في الوقت الصبح. الدعاء اللي بيتأخر استجابته بيبقى اختبار صبر، وربنا بيحب عباده الصابرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ربنا بيشوف هل هنستمر في الدعاء ونفضل واثقين فيه، ولا هنستعجل ونشك. كتير مننا بيفكر في الدعاء كأنه وسيلة علشان ناخد اللي احنا عايزينه، لكن الحقيقة إن الدعاء عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. لما ندعي احنا بنقرب من ربنا ونعبر عن احتياجنا ليه، وده في حد ذاته بيزود علاقتنا بيه. ممكن ربنا ما يديكش اللي بتطلبه، لكن يبعد عنك بلاء أكبر أو مصيبة كنت هتقع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني لو استجابة دعائك اتأخرت، ده مش معناه إن دعائك ضعف. في أوقات ربنا بيأجل استجابة الدعاء وبيحتفظ بالأجر ليه في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال: يا جبريل لا تعجل حاجته فإني أحب أن أسمع صوته. ده بيعلمنا إن الدعاء أجره كبير حتى لو الاستجابة متأخرة. لما نحس إن دعائنا متأخر بنرجع لربنا أكتر ونلح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الملوحين في الدعاء. التأخير ممكن يكون وسيلة علشان نفضل مرتبطين بربنا ونستمر في دعاء. تأخير استجابة الدعاء مش معناه رفض، لكن معناه إن ربنا شايف الخير ليك في وقت تاني أو بشكل تاني. المهم إنك تفضل تدعي وتبقى عندك يقين إن ربنا هيستجيب بطريقة اللي تناسبك. افتكر دايما إن مع العسر يسر. إزاي تخلي دعائنا أقرب للاستجابة؟ الدعاء هو وسيلة بنوصل بيها لربنا، لكن أحيانا بنسأل ليه الدعاء مش بيستجاب زي ما عايزين. علشان نخلي دعائنا أقرب للاستجابة، في خطوات ونصايح مستوحاة من القرآن والسنة ممكن تساعدنا. أولا الإخلاص في الدعاء. أول وأهم حاجة هي إن الدعاء يكون خالص لوجه الله. يعني لما تدعي ما تدعيش عشان حد يشوفك ولا علشان مصلحة معينة، خلي نيتك خالص لله وحده. ربنا قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. تاني حاجة اختيار أوقات مستحبة للدعاء. في أوقات ربنا بيستجيب فيها الدعاء أكتر من غيرها، زي وقت السحر. الوقت ده من أعظم الأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له. بين الأذان والإقامة النبي صلى الله عليه وسلم أكد وقال لنا: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وأيام الجمعة ووقت المطر. تالت حاجة الإلحاح وعدم استعجال الإجابة. ربنا بيحب العبد اللي بيلح في الدعاء وما يستعجلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب
أحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني مهما حسيت إن الدعاء اتأخر كمل واستمر في الدعاء وما تفقدش الأمل. لما تدعي خليك واثق إن ربنا هيستجيب لك بطريقة اللي فيها خير ليك حتى لو مش زي ما طلبت بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. خامس حاجة الدعاء بأسماء الله الحسنى. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوا بيها. يعني لما تدعي استخدم اسم زي يا رحيم، يا كريم، يا مغيث حسب الطلب اللي بتدعي بيه، ده بيزيد من قوة الدعاء. وانت بتدعي تجنب المعاصي. الذنوب ممكن تكون سبب في تأخير استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حاول تتوب عن أي معصية وتركز على طاعة ربنا علشان دعائك يكون أقرب للاستجابة. لما تبدأ دعائك بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ده بيفتح باب الاستجابة. النبي قال كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي. صدقت يا رسول الله. الصدقة ليها تأثير كبير على استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. وكمان الإحسان للناس بيفتح باب الخير والدعاء المستجاب. اتجنب انك تدعي على نفسك او غيرك بالشر لان ده ممكن يرد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم. الدعاء اقرب طريق بينك وبين ربنا، ولو تبعت النصائح دي هتحس بفرق كبير. افتكر دايما ان ربنا قريب منك وادعي بكل ثقة وحب، وكل حاجة هتيجي في وقتها المناسب وبطريقة اللي فيها خير ليك. دايما افتكر ان الدعاء عبادة في حد ذاته حتى لو مفيش استجابة فورية. النبي صلى الله عليه وسلم قال واكد لنا ان الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي. الدعاء في ديننا هو اكتر حاجة بتربطنا بربنا بشكل مباشر، حاجة ما فيهاش وسيط ولا تعقيد. لما تبقى في لحظة ضعف او حتى في لحظة فرح وترفع ايدك وتقول يا رب، دي مش مجرد كلمات، ده ايمان ان ربنا سمعك وهيحقق لك الخير اللي يناسبك. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا في القرآن باستجابة الدعاء وقال لنا في آية بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الكلام ده معناه إنك لما تدعي ربنا مش بعيد، هو قريب منك، سمعك وشايف اللي جواك حتى قبل ما تنطق بيه. الدعاء في القرآن كمان بيعلمنا الإيجابية. شوف مثلا سيدنا زكريا لما دعا ربنا وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كان كبير في السن وزوجته عاقر ومع ذلك عنده أمل ويقين إن ربنا قادر يحقق له المستحيل، وبالفعل ربنا استجاب له ورزقه بسيدنا يحيى. الدعاء في السنة باب مفتوح للرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمنا إن الدعاء هو طريقنا للخير في كل حاجة. النبي قال الدعاء هو العبادة. يعني لما تدعي انت مش بس بتطلب حاجة، انت كمان بتتعبد لربنا، وكل ما تدعي اكتر كل ما تبقى اقرب له. وفي حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. يعني ربنا عمره ما هيردك خالي، هيديلك يا الحاجة اللي طلبتها يا حاجة احسن، او هيبعد عنك شر كان هيجي لك، او يحوش لك الاجر في الاخرة. الدعاء هو امل حتى لو مش مستجاب بالطريقة اللي احنا عايزينها، هو في حد ذاته نعمة. لما تدعي بتحس انك مش لوحدك، ان في قوة عظيمة سنداك وبتسمعك. الدعاء هو الحل لما الدنيا تضيق، هو كمان الشكر لما النعم تزيد. افتح قلبك دايما بالدعاء، خليك واثق ان ربنا كريم قوي وارحم بكتير مما تتخيل. لو مش لاقي رد دلوقتي فاعرف ان الخير جاي سواء في وقت تاني او في شكل تاني. المهم خليك دايما على يقين ان الدعاء ابدا مش بيضيع. الدعاء مش مجرد طلب، ده اتصال مباشر بينك وبين ربنا. افتكر دايما انك في ايدين رب حكيم وعادل وبيحبك اكتر مما تتخيل. مهما كانت استجابة الدعاء شكلها هي في مصلحتك دايما. فلما تدعي خلي عندك يقين، ما تستعجلش، وحاول تبعد عن المعاصي. وافتكر ان الدعاء هو رحلة ايمانية بترفعك وتزيد قربك من ربنا. ربنا يجعلنا من اللي تستجاب دعوتهم في الدنيا والاخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.